هنتكلم دلوقتي عن مثال لحروف الجر. هناخد المثال ده من عبارة خين افران اللي هي بالاسم، اللي هي in the name، اللي هي في أول باسم الآب خين افران امفيوت. فأخين ده هو حرف الجر، وهنبين ما هو حرف الجر دلوقتي حالا. حروف الجر مثلا في عبارة خين افران باسم الاب، كلمة خين هي حرف جر معناه في أو بي، وحروف الجر هي كلمات تعبر عن العلاقة بين اسم واسم، أو بين اسم وضمير، أو بين ضمير وضمير. يعني إيه؟ لما أقول أنا في الحجرة، يبقى العلاقة اللي بيني وبين الحجرة هي إن أنا جواها. لما أقول القلم على المائدة، يبقى العلاقة بين القلم والمائدة إن القلم فوقها. لما أقول هو معي، هو معايا، يبقى العلاقة اللي بين الاتنين هو وأنا إن إحنا مع بعض، الصحبة. يبقى ده الوظيفة بتاعة حرف الجر. طبعا أنا بقول ضمير، الضمير اللي هو أنا أنت هو هي، نحن أنتم هم. مثلا لو قلنا الأخ في الحجرة، نعرف بواسطة حرف الجر فيه نعرف العلاقة بين الاسمين الأخ والحجرة. أيضا إن قلنا أنا في الحجرة، نعرف العلاقة بين الضمير أنا وبين الاسم اللي هو الحجرة. ولو قلنا هو معي، بيبين لنا حرف الجر مع، بيبين لنا ايه؟ بيبين علاقه بيني وبين الشخص ده اللي هي الصحبه، ان احنا مع بعض. وحروف الجر تتصرف مع الضمائر الشخصيه. مثلا حرف الجر مع في العربي يتصرف هكذا: معي، معك، معك، معه، معها، معنا، معكم، معهم. بنفس الضمائر اللي خدناها في العربي وفي القبطي بتشبك في حروف الجر. بعض حروف الجر اللي احنا نعرفها مثلا خين معناها في زي ما قلنا، نيم معناها مع، ايه معناها الى، وهي زين معناها على زي ما قلنا دلوقتي.